السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الفول المقلي بلسان العصفور أو الكزبرية أو المفصصة أو الفول المدشوش أو الفولية. هو مفيد جدا ومغذي ولذيذ وأكلة اقتصادية وأكلة من زمان وأكلة حرشة. ليه كذا طريقة في العمايل بتاعته، أنا هقولك على طريقة منهم. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة بجيب الفول المدشوش اللي هو الفول بتاع الطعمية اللي هو المتفصص اللي هو المقسوم. دول حوالي كوبايتين كبار. انا هنقعهم، اهم حاجة تنقعيه. بغسل كويس وبعد كده بنقعه حوالي ساعتين 3 في مية فترة من الحنفية. اوعي تنقعيه في مية سخنة علشان الفول ما يبوش منك. وبعدين هعرف ازاي ان الفولة خلاص اكتفت من النقع، ان انا بمسك الفولة واقسمها معايا نصين، ولو اتقسمت معايا بسهولة يبقى كفاية كده، مش اكتر من كده علشان ما تتهرش مني. دلوقتي انا معايا كوبايتين فول مدشوش اللي هو بتاع الطعمية اللي هو المقشر، 3 كوبايات طماطم معصورة ومتصفية، نص كوباية لسان عصفور في بيعملوه برز، معايا شوية زيت، معايا كوباية مية، معايا بصلة حلوة متوسطة متقطعة لصغير، معايا معلقة توم حلوة، مرقة ماجي عايزة تحطيها دي اختياري براحتك، معايا فلفل حامي، معايا كمون، فلفل اسود، كزبرة، ملح، معلقة سكر. بس هي دي مقاديره. وكمان في ناس بيحطوا الكزبرة الخضراء عشان كده من هنا سموها الكزبرية. هنجيب الحلة ونحط شوية زيت حلوين، وبعد كده هنبتدي ننزل بالبصلة المتقطعة قطع صغيرة، وبعد كده هشوحها تشويحة حلوة جدا كأني بشوح بصل للطبيخ، يعني بدخله في الاحمرار مش حمرة قوي. الناحية التانية انا هبتدي احمر اللسان عصفور. هي نص كوباية لسان عصفور على الكوبايتين الفول المدشوش، ما تكتريش اكتر من كده، انا مجرد بس هيربط معايا الفول ويتقله عشان نعرف يتغمز. دلوقتي البصلة داخلة في الاحمرار معايا. في ناس بيحطوا الطماطم على طول وبيحطوا كمان فصوص الثوم، لا انا هبتدي انزل الاول بالفول المدشوش علشان يتحمر معايا حلو جدا. ومن هنا جات الآلية اللي هي الفول المقلي، يعني بنقعد نقلي في الفول يعني نقلبه كتير، فمن هنا برضو سموه الفول المقلي. زي ما انتوا شايفين نزلت بالفول وهفضل اقلب فيه، يعني هقلي فيه كتير لغاية لما لونه يبتدي يصفر معايا ويغير لونه. دلوقتي اللسان عصفور معايا اتحمر وخلاص خلصت منه، فهبتدي اخلص الفول بتاعي لغاية لما قلتلك لونه يصفر كده ويتغير اللون. هبتدي انزل بشوية توم حلوين يتحمروا برضو مع الفول علشان ياخدوا نفس حلو، وكمان حطيت شوية فلفل حامي علشان يديني طعم حلو كمان وبيدي نفس حلو قوي. مش قادرة اقولك الريحة اساسا طالعة ريحتها عاملة ازاي. الفول بصراحة مميز جدا. وزي ما قلتلك تحمري فيه كويس، يعني حوالي 5 دقايق لغاية لما تلاقي الفولة اتغيرت معاكي وداخلة في الاصفرار. دلوقتي هنزل بالطماطم حبة حبة واشوف انا هحتاج قد ايه طماطم. نزلت طبعا بالثلاث كوبايات طماطم المعصورين المتصفيين، وانا ما بحطش صلصة، انا بكتفي بالطماطم اللي انا بحطها كفاية جدا، يعني علشان ما يتقلش معايا، لان الطماطم اللي انا مخزناها انا متأكدة ان هي تقيلة معايا، فعلشان كده انا مش بحط الصلصة. هبتدي انزل بالتوابل بتاعتي كلها، والمرقة اختياري، عايزة تحطيها براحتك مش عايزة تحطيها برضو براحتك، هي بتطعم لي الفول شوية. دلوقتي سبت الملح لغاية لما الفول ياخد غلوة 2، وهبتدي انزل طبعا بالملح وباللسان عصفور، وطبعا اكيد هنزل بنص كوباية مية لان الفول عايز شوية مية علشان يشرب معايا. وخدي بالك انت لما جيتي تقلي الفول كل ده بيسهل معاكي عملية التسوية، يعني كل ما تقلي في الفول تقلبيه فبيسرع معاكي عملية تسوية الفول. دلوقتي انا اكتفيت بالغلوة، وبعد كده هبتدي انزل بالملح وباللسان عصفور كمان. وخدي بالك ان انا كنت حاطه نص كوبايه ميه، فهحط كمان نص كوبايه ميه علشان اللسان عصفور عايز ميه علشان يتشرب منها، بدل ما يشرب الصلصه بتاعتي والفول عندي ينشف، فانا بحط له نص كوبايه ميه وزياده كمان شويه عن النص علشان اللسان عصفور كمان يتحمر معايا. هياخد غلوة 2، وخدي بالك ان كل ده الفول داخل في السوا معايا يدوبك، يعني هياخد اللسان عصفور غلوة وهيبتدي يستوي مع الفول، وخلاص هبتدي اطفي عليه. على بال ما ياخد الغلوة اللي انا قلت لكم عليها هكون الناحية التانية جبت معلقة توم حلوة مع معلقة كزبرة، وكمان حطيت معلقة سمنة بلدي علشان تطعم معايا الدنيا. دلوقتي بعمل احلى طشة لاحلى فول مدشوش مقلي كزبرية مفصصة زي ما تسموها، سميها فولية،
خلاص انا الفول مهديه عليه خالص لغايه لما اعمل الطشه بتاعته، وبعد كده بطفي عليه وتبتدي تغرفي احلى فول. وزي ما انت شايفه معايا يعني مش ماسك في بعضه، لا مدي جوسي كده، يعني الميه اللي انا حطيتها ساعدت في سوى لسان عصفور فما شربش من الصلصه بتاعتي. نزلت باحلى طشه بتاعه الكزبريه، وهبتدي اغرف الفول. وزي ما انتوا شايفين قايلالك معايا جوسي، يعني ما مسكش في بعضه ولا مجلد كده وماسك. زي ما انتوا شايفين بغرف احلى فوليه بلسان العصفور. في ناس طبعا بيعملوها بالرز، والاكل اذواق، وانا دي طريقتي. وفي كمان ناس بيحطوا الكزبره الخضراء في الحله، وكمان لما يخرج بيحطوا على وشها كزبره. انا حطيت شويه بصل اخضر، عملت جنبيها شويه بتنجان مخلل، وطبعا عايزه طماطم براحتك، علشان كده احنا بنقول دي اكله حرشه. ولو عندك بصل اخضر كمان يا سلام على احلى فول مدشوش بلسان العصفور والصلصه. اكلات زمان الاقتصاديه. وما تنسوش كمان ان انتوا تحطوا فوق الوش الشطه، وهتاكلوا احلى كزبريه او فول مقلي. لو اول مره يشوف القناه يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وتستنوني في فيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.